الملك محمد السادس بن الملك الحسن الثاني وأخوه الأمير عبد الله، ولد الملك محمد الخامس بن السلطان يوسف وأخوه عبد الحفيظ وعبد العزيز، هم أولاد السلطان الحسن بن السلطان محمد بن السلطان عبد الرحمن بن السلطان هشام مع أخيه سليمان. ولد السلطان محمد بن السلطان عبد الله مع أخيه أحمد الذهبي. ولد السلطان إسماعيل مع أخيه الرشيد ومحمد أبناء السلطان الشريف بن الشريف علي المتوفي سنة عام 1069، ودفن في مراكش. بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف علي بن الشريف يوسف بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف الحسن الذي دخل المغرب في مطلع القرن السابع الهجري. بن الشريف قاسم بن الشريف محمد بن الشريف أبو القاسم بن الشريف محمد بن الشريف الحسن بن الشريف عبد الله بن الشريف أبي محمد بن الشريف عرفة بن الشريف الحسن بن الشريف أبي بكر بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف أحمد بن الشريف إسماعيل بن الشريف محمد النفس الزكية إمام الفقهاء عبد الله الكامل المحصن بن إمام التابعين علي بن أبي طالب. يا سلام يا سلام يا سلام عليك، أحسنت. يعني بدك تفرق، هذا جده علي بن أبي طالب. لحظة أنت وضحت أمور علمية وبالمصادر. أنا أريد أسألك سؤال قبل أن نعطي رجل وكفى. أنا سمعت ما دار بينك وبينه، هو جلب لك مصدر اسم أنساب قريش تقريبا للزبيري كما قال لك، ينحدر إلى الزبير بن العوام، هو هذا مصدر وهو صح؟ مستشرق الكتاب هذا كتبه مستشرق فرنسي، لا علاقة له في الزبير ترى إطلاقا، وتحدى أن يجدوا فيه مكتبة الأنساب في مكة المكرمة، تحدي. أنا بحثت عن هذا الاسم، مدري اسمه إنه من نسل مصعب بن الزبير، ما وجدت هذا الاسم أنا. ما أبو لا كاتبه مستشرق فرنسي، لا علاقة له في الزبير ترى، والكتبه كان يدرس عندكم في بلاد شمال أفريقيا. طيب خليني أشوف رجل وكفى ماذا لديه، وبعدين أريد أفهم منكم ما الغرض بعد أن تعرف، وبعدين تفيدوني أنتم ما معنى كلمة دومير، يعني هل هي أسرة في الجزائر ولا هل هو اسم جزائري فعلا دومير فرنسي؟ خليني أسمع يا سفيان الأخ رجل وكفى وبعدين أرجع لك، تفضل. السلام عليكم مرة أخرى صديقي العزيز. ابتداء أود أن أحيي الأخ سفيان أو أبو زيد. أنا بعث لي أحدهم بتسجيل اللقاء، وأشهد أن الأخ أبو زيد كان في غاية الأدب. أولا كان رجلا مؤدبا، تكلم في غاية الأدب، في حين الطرف الآخر مجمج وشقشق وباعد ولم يكن له من أساس. العنصر الثاني أن الأخ أبا زيد لعله فاتته مسألة علمية أنا أقولها الآن، وهي حين نتكلم في التاريخ، طبعا فاتت دومير هذه لا شك فيها، لأن هذا دومير لا هو من تكلم في غير فنه أتى بالعجب أو بالعجائب على الجمع. هو لما يتكلم الإنسان في التاريخ ويستند إلى وثائق، وبالمناسبة في علم التاريخ هناك شق مستقل اسمه علم الوثائق، يعني كيف تتعامل مع الوثيقة. من الخطأ العلمي الشنيع أن تعتمد الوثيقة الواحدة، يعني على فرض أن هذه الوثيقة التي اعتمدها هذا السيد على فرض أنها صحيحة، فكونه اعتمد وثيقة واحدة علميا هو شيء مشين. كيف يحصل في علم التاريخ أن الباحث يجمع كل الوثائق المتعلقة بالمسألة المدروسة، كل الوثائق، ثم يمحص بينها ويقول ما تقوله كل وثيقة، وله في النهاية إن شاء أن يرجح وثائق على وثائق أخرى على ذمته الشخصية. أنت يأتيك رجل يقول لك كل زادي في أمر خطير بالمناسبة هو الأنساب هو وثيقة واحدة، حتى وإن كانت وثيقة صحيحة فهذا كلام غير علمي، لأن المتحدث الكتب التي كتبت في الأنساب هي بالآلاف. هو قال لك وجدت في وثيقة واحدة، وبالمناسبة هو كل وثائق هي رقمية. أهل العلم لا يعتمدون الرقمية، يعتمدون الورق، ثم التحقيق، ثم الطبعة، ثم دار النشر، ثم سنة النشر. وتقول لي
ماذا تقول هذه الوثيقة، ثم ماذا تقول الوثائق الأخرى. هذا هو العلم. الغريب في الأمر أن هذا الرجل يأتي بوثيقة واحدة، والآن وجدنا أنها وثيقة مقطوعة الأصل، ويبني عليها أحكاما. تعرف يا أسعد، لو أردنا أن نفعل هذا المنهج والله لأثبتت لك الآن أن الجزائر غير موجودة ابتداء. تعرف لماذا؟ لأن هناك مؤرخين كتبوا كتبا يقول أن الجزائر بما هي جزائر لا وجود لها، هي مجرد امتداد عمراني لكورسيكا. هذا خطأ علمي شنيع. ولما تكون تتكلم في أمر خطير مثل الأنساب لا ينبغي التخرص بهذا الوجه. أنا حتى طيب ما الغرض يا أستاذ؟ ما الغرض؟ لماذا يلجؤون إلى هذا الأسلوب؟ ما هو التشنيع والسباب والجهل. الرجل لا بضاعة له في العلم، والدليل على هذا أنه لا يتكلم إلا بالدارجة. تصور معي رجلا لا يتكلم إلا بالدارجة ويدعي البحث في نفائس الوثائق وبطون الكتب، ولما نقول له ما بضاعتك يقول لك كتاب. والأخ أبو زيد حفظه الله لما أتى بكتاب آخر قال له لا أتيني للكتاب الآخر وفي الصفحة المعينة. والله يعني إن غلبت كل الناس إلا الجاهل فقد غلبني. يعني بيقول لك هذا الكتاب لأنه لا يعرفه إلا هذا الكتاب. ولما قال له الرجل يا أستاذ، وكان كثير الأدب وأنا أشهد له بهذا، دارت الأنساب التي تعتمد 67 كتابا، وبالمناسبة هذا الأمر في آلاف الكتب، تقول هو لا علم له لا بالدارة ولا بمئات الكتب ولا بعشرات الكتب. هو هذا كنسميه في العلم التصيد، كنسميوه تمحل. أني أنا مثلا أتمحل للجزائر فأذهب إلى كتب برنار لوغان. تعرف أنني لو اعتمدت فقط كتب برنار لوغان لنسفت وجود الجزائر كلية، وأقول لا تكلموني إلا فيما كتبه برنار لوغان. هذا مش علم، هذا تفاهة، هذه بداعة، هذا خرس. والله ما أدري هاد الناس ويقولوا بأنه خريج جامعة. عيب أن جامعة تسمي نفسها جامعة. هو بيطري أستاذ رجل وكفى، هو بيطري. ما ظني إلا أنه ما حقن حيوانا إلا مات بعدها، لأنه اي والله بيطري. هذا رجل لا في البيطرة ولا في أي شيء غيرها. هذا عيب. لأن في أي هذا بالحس المشترك، يعني بادئ الرأي بالوعي العادي. إذا قلت لك فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول، أخذ الآراء الثلاثة، وهذا هو دور المؤرخ. أما نقول لك اختر لي فقط صفحة كذا كذا من الكتاب كذا كذا وهي التي أعتمدها، هذا مش علم، هذا سباب لصاحبه ابتداء. تحياتي سي شكرا. تحياتي أخي أسعد. أخي نعم، أسعد، أنا أريد دقيقة واحدة. لفت نظري التعليقات الأكثر قد بيسموه تبون أوغلو. تبون أوغلو، والله طلع تبوني عمي، تبوني يخرب بيت فرنسا. قل بوراق، كلمة فقط. أيوة أنا بعطيك. بوراق وأوغلو هذه أسماء تركية 100%، لا يتسمى بها أحد غيرهم. تفضل.